انا هطول. طول دي براحتك. طيب احنا معانا سحور ولسه تامر اتكلم على الزاويه التكتيكيه الحلوه من الملعب. احنا اتفقنا اهو قدام الناس من الاول. تامر راح ايه؟ عايز يشوف الخطوط. انا جاي ايه؟ اتبسط. انا مشاهد عادي. انا جاي اتبسط كمشاهد عادي. بالظبط كده. هجيب لك من الاخر للاول. يلا. انا ابتدى وصل لي انطباع عام ان انا متضايق وعايز اوجه رساله كلها للكره المصريه، يعني لادارات الانديه قبل الاتحادات، لادارات الانديه والاتحاد الكوره. بالنسبه للانديه عايز اقول لهم بدل ما تدي اللعيب ملايين اصرف على اللعيب ملايين بعد اذنك. ده افيد بكتير. بدل ما تدي اللعيب في ايده 50 مليون جنيه لا اقتطع منهم 20 اصرفهم على اللعيب وهو طالع. علمه يا اخي. عشان الباص بتاع محمد صلاح هو الوحيد اللي كان شغال. مش طبيعي. الباص المتعلم على قولة ايه؟ ابراهيم فايق قال لي بص باص متعلم. واحد متعلم كوره. باصه متعلمه فاهم. باصه متعلمه كوره. وعامله ماجستير بره فاهم. بالظبط كده. لان صلاح بيتصرف عليه ملايين، بيقبض ملايين، بس ده قصه ثانيه. انما اللعيب عندك هو بيقبض ملايين. فانا مستحرم من الانديه مش مثلا ما بتصرفش على اللعيبه فاقول لك طب ممكن تصرفوا شويه. لا انت بتصرف الملايين بس انت مديها للعيب، مش مديها مش أيوة. بتصرف بيها على اللعيب وتعلمه. صحيح. حلو. ليه انا بقول كده بقى؟ لان انا كنت رايح اتبسط وزي ما اتفقنا كان باين قوي محمد صلاح عن غيره، وابتديت احس ان هو لعيبتنا ليه مش عايزه ترقص او عايزه تعمل باص فيه خطر او تعمل حاجه فيها ابداع، بالذات واحنا بنلاعب منتخب هزيل تماما خالص يعني. ليه بقى انا بقول كده؟ لان ده كان المشهد الاولاني ان انا قاعد انا وانت بنتفرج ومعانا تامر في الاستاد، وبعدين الاذاعه الداخليه بتحاول تحمس الجمهور لان اللعيبه ما قدرتش تحمسنا. طيب هو ده عادي بيحصل. بس تاني يوم يا ابراهيم لما اتفرجت على ماتش البرازيل والمغرب حسيت ان لا هو احنا المسافه بعدت. حلو. اقعد بس اقول لك على حاجه. مش بس ايوه طبعا. شكرا يا ابني والله. بص الماتش بتاع المغرب اوجزت وانجزت يا ابني. انا عايز افرجك الجون الاولاني بس بتاع المغرب بس عشان ايه؟ اوريك فكره الحماس اللي بيطلع من الجمهور في المدرجات بيجي منين. الاصل بتاع الامور اللعيب بيعمل حاجه الجمهور بيعمل فاللعيب بيحلو ويسخن. اداء ومزاجه. اداء مسرحي. مسرح. بص مزراوي سايب مكانه وطالع في ظهر منتخب البرازيل. ده منتخب البرازيل اليوم حدود منطقه جزاء البرازيل وطالع ضارب سبرنت هياخد الكوره. السنتر باك بتاع منتخب المغرب فين؟ بص نايف اكرد فين؟ نايف اكرد السنتر باك بتاع منتخب المغرب في نص ملعب البرازيل شبه على نهايه الدايره. قطعت الكوره من المنتخب البرازيل. بص انت عامل عليهم ايه؟ الكماشه عامله ازاي؟ 3 واحد بيقاتل عشاني هقاتل عشانه في المدرجات ببساطه. هات اللي بعدها قام واخد الكوره الراجل اللي في رجله الكوره ده قام مرقص. بص سفيان بوفال انا عايز ابسط الامور للناس. قام مرقص اوبا ده انا هقف من على الكرسي. لو انا في المدرجات هقف على شبيري على اطراف صوابعي بالظبط كده. هتطلع مني على قد ما الراجل ده بسطني. دي روح وسرعه وقوه وشراسه مع البرازيل عشان يبقوا بالشكل ده يا زيزو 5 على 5. انا بس بدات من الاخر ليه؟ عشان لما قعدت اقول لك لما قعدت احسبها لقيت ان هو اللاعب ده عباره عن ناتج ما اتصرف عليه من مدربين. يعني لو المدرب علمه حاجه والمدرب اللي بعده علمه حاجه ده الاداء بتاع اللاعب. اداء اللاعب المصري دلوقتي خجول. احنا عايزينك تفتح صدرك وعايزينك ترقص وعايزينك تستلم الكوره بوشك وعايزينك تلعب كوره تمتعنا لان احنا بنتكلم على ماتش ملاوي. هو ده بس اللي نفسي فيه. انا هنا مشكلتي مره تانية مش مع اللاعب. انا بقيت مشكلتي ان الانديه هي بتصرف. المشكله انها بتصرف بس بتصرف على اللاعب. فاللاعب مليونير بس هو مش متعلم حاجه في طريقه. ولذلك ما تستغربش لما تلاقي لعيبه صف اول لما بيجوا يتكلموا على الهوا ومحدش بيقول لهم يعني ده يجي يطلع يقول لك المدرب بيعلمنا ازاي نستلم الكوره وازاي نقف. لا يعني لما يجي مثلا كان احد انا بس مش فاكر كان مين. احمد ياسر. لا كان في البنك. في الزمالك السنه لا 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 في البنك مع بابا فاسيليو. ايوه قال لك انت. قال لي انا قال لي بيعلمنا الراجل ازاي نستلم
ونسلم عشان- نستلم ونسلم والله نقف في الملعب. عشان هي دي وقالوها الكورة. قبل كده لعيبه الزمالك على فريرة. ايوه هي دي الكوره. الكوره استلم الكوره ازاي؟ في تكنيك، في الفكره بتاعت استلم الكوره ازاي، وسع لنفسي مساحه اللعب ازاي، وافكر ازاي. تعال افرجك على مشهد بسيط قوي في منتخب مصر. ده اللي انا بس زعلان منه. على فكره انا بحب روي فيتوريا وشايف ان منتخب مصر هينجح مع الراجل ده، وكنت بحب كارلوس كيروش وشايف انه كان المفروض يكمل، وعندي قناعه كامله ان المدربين اللي هتدافع وتعلمنا النظام تقدر تخلينا نكسب المغرب اللي عامله ابداع. بس انا بتكلم على ليفل ماتش ملاوي، انا كنت عايز استمتع اكتر وده حقي، صح؟ طبعا. طيب ده ثلاثي منتخب مصر، الباص راح جري معايا الصور، يعني امشي بالصور، الظاهرين واقفين مفيش ريسك عالي، يعني احنا بنلعب براحتنا. طارق حامد استلم الكوره ظهره للملعب تماما، فبالتالي هو ما نقلش اللعب لبعيد، نقله لمحمود حماده، بس محمود حماده ظهره للملعب تماما، فمش شايف الراجل اللي بيصوت له ناحيه اليمين محمد هاني، فبالتالي قام راجع بالكوره لطارق حامد، طارق حامد راح لمحمد صلاح، محمد صلاح هو الوحيد اللي محرك اللعب لمحمود حماده مره ثانيه. لما محمود حماده خد الكوره هو اخد وقت على ما يفكر، وكان محمد حمدي بطيء قوي في انه يفتح الملعب، فعلى ما الباص ده طلع الباص كان بطيء جدا فوصل للسنتر باك. انا قصدي في ماتش ملاوي كان نفسي اشوف حماس عن كده، اشوف سرعه عن كده، اشوف كوره عن كده. بس انا مش بلوم محمود حماده، وعارف ان فيتوريا هيفرق معاه، بس انا بلوم على كل القطاعات والانديه اللي ما صرفتش على محمود كل حماده وهو قطاعات صغير، الناشئين اللي طلعت لعيبه مش متعلمين. وفي نفس الوقت هي ما وفرتليش فلوس. هي مش مثلا معهاش فلوس، هي بتصرف، بس بتدي الفلوس لمحمود حماده في ايده، مش هو تحديدا، مش قصدي أيوة، كده، مفهوم. بس بتدي اللعيب في ايده بدل ما تقطع منها جزء بدل ما تديها له في وتعلمه. رجله يا سيدي، هقول لك على تعلمه. حاجه،